رغم كبر سنه لم يفقد هذا الشيخ حماسه، فقد بنى سجنة متواضعة على أطراف بيته يحتضن فيها أسرابا من الحمام الزاجل بمختلف الألوان والأحجام. بين تلك الطيور كان يعشق خوض السباقات الطويلة ذات الأجواء الصعبة، فهي كما يقول ميدان الأبطال واختبار المحاربين. من بين حمامه كان هناك ذكر مميز أسماه الشبح، له مكانة خاصة في قلبه، قوي ذكي لا يخشى المسافات ولا تعب الطريق. وجاء يوم السباق، سباق 1000 كيلومتر. أطلق الشيخ حمامه فتطايرت الأجنحة عاليا. في البداية ظل السرب متماسكا، لكن سرعان ما تفرق وبدأت المعاناة. بعض الحمام اصطدم بالنسور المفترسة ولم يعثر لهم إلا على خواتيمهم المعدنية. آخرون كانوا ضحية الأطفال العابثين، تساقطوا بعصيهم الحديدية، فمنهم من قتل ومنهم من ذبح لأجل الخواتم التي لا تساوي إلا بضع دراهم. أما الشبح فقد واجه بدوره نسرا جائعا في السماء، لكن بعزيمته المعتادة أفلت من مخالبه وواصل رحلته. أنهكه التعب والعطش، لكن حنينه لعشه وشوقه لزوجته وصغاره دفعه للاستمرار. وفي النهاية عاد الشبح، كان أول الواصلين منتصرا من سباق تجاوز 1000 كيلومتر. وما إن رآه الشيخ حتى ذرف دموع الفرح، فرحا بطائره المحبوب ببطله الحقيقي. وإن أعجبتكم القصة لا تنسوا ترك تعليق وقلبا للصفحة. جزاكم الله خيرا.